مهما تكتر الاختراعات هتفضل الحاجة الحلوة اللي بنعملها بإيدينا في رمضان هي أحلى حاجة. عملت لكم الجلاش بطريقة اقتصادية وشكل جديد يفتح النفس على الأكل. طريقته سهلة جدا، مش بياخد وقت خالص في التحضير، وبجد طعمه خطير. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. هبدأ بالشربات، هحط كوبايتين من السكر عليهم كوباية من المية، وهقلبهم كده على البارد كويس قوي. هرفعهم على نار عالية. اول ما المية تبتدي تغلي هوطي النار لاقل من المتوسطة، واضيف نص ليمونة ومعلقة كبيرة من العسل الابيض، وهو على النار مش بقلبه خالص. وبفرشة كده مبلولة مية بمسح الجوانب، ولو في اي شوائب برضو طلعت بشيلها. بعد 10 دقايق بضيف الفانيليا وبقفل عليه، وخلاص كده هيبقى جاهز معايا. بسيبه يبرد خالص، وده بقى القوام بتاعه بعد ما برد بيبقى شربات تقيل. تعالوا بقى نجهز الحشوة. معايا كوباية من الفول السوداني، والفول السوداني هنا مش مملح. بحط عليه معلقة كبيرة من السكر البودرة، وهضربهم مع بعض كويس جدا، بس مش هخليه ناعم قوي. هخلي فيه قطع من السوداني، بس القطع تبقى صغيرة، يعني برضو مش عايزة القطع تبقى كبيرة قوي. وبس كده الحشوة بقت جاهزة معايا. تعالوا بقى نشكل الجلاش بتاعنا. بجيب لفة من الجلاش وبسيبها زي ما هي، واقطعها على 3 بالشكل ده. هيتكون عندنا زي رول كده، هنفردهم بقى وهنشتغل فيهم ورقة ورقة. هاخد اول ورقة، وبعد كده هحط عليها الحشوة في النص بالطول كده، وهسيب الطرفين بتوع الجلاش فاضيين، يعني انا مش بحط على الاطراف. هبتدي بقى بالراحة قوي كده اكشكش الجلاش بتاعي بالمنظر ده. في الاول تحسوا ان هي صعبة وبتعملوها ببطء، مفيش مشكلة، بس بعد كده من بعد تاني ورقة او تالت ورقة هتتعودوا وهتعملوه بسرعة جدا. بعد ما قفلته بالمنظر ده وضغطته كويس قوي، هجيب بقى الطرف اللي انا ما حطيتش عليه حشوة واقفله بالطريقة دي، واحط عليه الطرف التاني، والجوانب بقى هبتدي ان انا ادخلها لجوه كده علشان اتاكد ان الجلاش بتاعي اتقفل كويس والحشوه مش هتطلع منه. وادي بقى شكله النهائي. شايفين بقى شكله تحفه ازاي؟ بجد شكله حلو قوي. هرصه في بايركس او صينيه بتدخل الفرن من غير ما ادهنها باي حاجه خالص. وحضرت سمنه سايحه، ابتديت ان انا ادهنه كويس جدا بالسمنه. ضروري جدا ان احنا نتاكد ان كل قطعه من الجلاش خدت الكفايه من السمنه علشان لونه يبقى موحد وحلو. بكون مشغله الفرن قبل ما ابدا خالص على درجه حراره 200. بدخله على الرف الوسط. اول ما يبتدي ياخد معايا لون ذهبي فاتح كده، بفتح عليه الشوايه علشان ياخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وهو سخن اول ما يطلع على طول بحط عليه الشربات البارد التقيل. شايفين بقى السمك بتاع الشربات ده اللي هيخلي الجلاش يفضل معايا مقرمش وحلو. وزينته بشويه من الفول السوداني. وادي بقى شكله تحفه يا جماعه، وريحته خطيره، لونه كان موحد وحلو قوي. طبعا تقدروا تعملوا حشوات تانية غير الفول السوداني، بس انا اكتر حاجة بحبها مع الجلاش الفول السوداني، غير ان هو اقتصادي ومش مكلف. كان مقرمش جدا وهش وخفيف قوي، وطعمه كان خطير وبيقعد كذا يوم مقرمش. جربوه، انا واثقة جدا ان هو هيعجبكم. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.